عباس وقف قدام مكتب المدير حسونة أفندي، راجل عجوز لابس طربوش باهت وعلى وشه نضارة مكبرة. مكتبه كان مليان ملفات وأوراق. عباس قرب خطوة وقال: أنا الموظف الجديد. بصله حسونة أفندي بتوتر وقال: سنك كام؟ عباس رد بتلعثم وقال له: 14 سنة. قام حسونة أفندي ضرب المكتب بإيده وقال: 14 سنة وتشتغل في وزارة الأوقاف؟ مين اللي سمح بالهزار ده؟ عباس اتراجع خطوة واحمر وشه من الكسوف وقال: أصل أنا نجحت في الامتحان وكنت الأول. حسونة أفندي ما اداهوش فرصة يكمل، لكن كان مضطر ينفذ التعليمات. عباس فعلا كان نجح وترتيبه الأول، بس الوظيفة مؤقتة لحد ما يكمل 18 سنة. عباس خد مكتب صغير في قسم الكتبة. الموظفين الكبار كانوا مستغربين الشاب الصغير اللي بيرتب مكتبه وبيشتغل بمنتهى الدقة. عباس كان جاي من أسوان، بلد الخزان والآثار، بس محدش كان يعرف إن أسوان هتبقى مشهورة في يوم من الأيام أكتر وأكتر، لأنها ولدت عباس محمود العقاد. عباس كان موهوب جدا، يكتب شعر من وهو صغير وبيقرأ كتب الأدب. أول قصيدة ليه قالها وهو عنده 9 سنين، ومدرس العربي قال له إنك هتبقى أديب كبير. عشان كده جه القاهرة وبدأ مشواره. لكن حسونة أفندي ما سابوش في حاله. مرة اقتحم مكتبه ولقى قصيدة وقال بعصبية: إيه ده إحنا عايزين كتبة مش شعراء هنا. وعقابا لعباس نقله قسم الحسابات. عباس كان متضايق قوي بس ما قالش حاجة. قسم الحسابات كان زحمة وعباس ما كانش طايق الأرقام، ما بيحبش الحساب زي. كان هيعمل إيه؟ عباس كان بيقسم مرتبه للأكل والسكن وللكتب، لأنه كان شايف إن الكتب للعقل زي الأكل للبطن. لكن حسونة أفندي رجع يتفحص مكتبه تاني، بس المرة دي لقى مقالة أدبية. قال له: مقالة؟ يا دي المصيبة. عباس هنا قال له: والله ما كتبتها في الشغل، أنا جايبها من البيت عشان رايح مشوار بعد الشغل. لكن حسونة أفندي برضه نقله للأرشيف، مكان مكتوم تحت الأرض مليان موظفين كبار في السن ما بيتحركوش إلا قليل قوي. عباس حس إنه مظلوم جدا، لكن استغل وجوده هناك وصحح مذكرة لحسونة أفندي مليانة أخطاء. الورقة فضحت حسونة اللي ما يعرفش الفرق ما بين المبتدأ والخبر. حسونة ما عرفش يودي عباس فين، لكن خصم له من مرتبه. في يوم من الأيام حسونة أفندي بيفتح الجريدة، لقى صورة عباس العقاد فيها مع مقال عن الوظائف وتحكم الرؤساء، وبيقارن فيها الوظيفة بالعبودية. حسونة قرر يفصله، لكن هو اتفاجئ إن عباس قدم استقالته بنفسه. عباس ساب الوظيفة وقرر إن الكتابة تبقى شغلته الوحيدة. ألف أكتر من 50 كتاب عن الإسلام والأدب والفكر، وفضل مخلص للكتابة لحد وفاته. كنت معاكم مروة بكر.